بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش حد أحسن من حد. الأهلي خسر من صن داونز في جنوب أفريقيا، والزمالك النهاردة خسر من إنبي في القاهرة 2-0. مسكونا جماهير الزملكاوية الماتشين اللي فاتوا دول ولا الماتش اللي فات، والأهلي وأبو خمسة ويابو ستة ويابو تلاتة، لك الفاضي اللي هو بيبقى يجي على السوشيال ميديا دي. لكن عاوز أقول لك حاجة يا أخي الزملكاوي، لا عاد فيه أهلي ولا عاد فيه زمالك ولا عاد فيه دوري مصري، والدوري المصري حين ميسرة. الدور على الأهلي مفيش، الدور على الزمالك مفيش، الدور على بيراميدز مفيش، الدور على أي فرقة في الدوري المصري مفيش. السودان بتتطور، المغرب اتطورت، الجزائر اتطورت. هيقول اتطورت الجزائر في ايه؟ شباب بلوزداد فاز على الزمالك في القاهرة. فريق صن داونز فريق كبير، مش هقول لك يعتبر احسن فريق بيلعب كورة في افريقيا حاليا. كورة سهلة وكورة بسيطة، اللعيبة عارفة، اللعيبة بتتحرك بدون كرة، يعني فوق الخيال. اللعيبة شايفة بعضها في الملعب، اللعيبة قريبة من بعض، عندهم مهارات حلوة، سرعات، عندهم ناس بتشوط كويس، عندهم كل حاجة اللي تقولها في الكورة بيلعبوها. بس ايش مشكلتهم؟ مشكلتهم لما بيجوا في الدوري المجموعات كل سنة بيطلعوا بيفوزوا ب 16 بونت وكده، بيطلعوا بياخدوا العلامة الكاملة. لكن لما بيدخلوا من بعد الدوري المجموعات يخشوا دور الثمانية، أي فرقة لو لعبت صن داونز في الفترة دي بتطلعها. يعني الأهلي مطلعهم مرتين من الوضع ده. هي دي مشكلتهم، بس هو ناقصهم النفس الأخير بس في البطولة، وهتلاقوهم واخدين البطولة بسهولة. هم خدوا البطولة من الزمالك مرة برضك يعني، بس دي احنا عاوزين نتكلم فيه. عاوزين نتكلم ان الجمهور ما ينحفلش على بعض، عاوزين نقف جنب الكرة المصرية، عاوزين نقف نساند الأندية اللي بتلعب في دوري الأبطال دي، نساندها زي الأهلي زي الزمالك زي آه، اسمها ايه دي، بيراميدز، زي فيوتشر، زي يعني الفرق اللي هي مشاركة في البطولة، عاوزين نساندها. ليه مش نساندهم؟ ليه مش نشجع الفرقة بتاعت بلدك؟ ليه نقعد كل شوية نشحن في بعض وبسببها الدوري المصري ضاع، الدوري المصري باظ، ما عادش فيه كرة في مصر. المنتخبات عادت من أسوأ المنتخبات على مستوى الأفريقي، ما عادش فيه منتخبات. المنتخب الشباب طالع صفر من النقاط، وحصلت المجموعة بالأهداف اللي خدوها، وانت البطولة على أرضك، بطولة على أرضك، مفيش. الله المستعان. على العموم، هارد لك للزمالك النهاردة على الخسارة من إنبي، وألف مبروك لإنبي، وهارد لك للأهلي اللي مش وصل أصلا، اللي مش راح صن داونز لسه. احنا لسه زي ما يكونوا واخدين صدمة كده إن الأهلي لسه ما لعبش الماتش اللي جاي مع صن داونز، يعني مش مع القطن الكاميروني، لا. فإن شاء الله إن شاء الله نشوف مباراة قادمة. الأهلي لو ما وصلش يبقى أريح، لو ما وصلش دور الثمانية يبقى أريح. ليه أريح؟ علشان يريح اللعيبة اللي مجهدة، اللعيبة اللي كل شوية في بطولة، اللعيبة اللي بتحلق على جميع البطولات ومش بنطول ولا بطولة. فإن شاء الله إن شاء الله القادم أحسن. عندك الشناوي المفروض تقعد شوية على الدكة، وعلي لطفي يلعب مكانك.
ماشي يا شناوي، لان انت استعليت على الكوره واستكبرت على الكوره قوي. عاد نفسك ما عادش فيك نفس ان انت تطلع تعمل تراي على اي كوره. بتتفرج على الكوره هي بتخش فيك شمال يمين، بس تتفرج تتناظر تشوفها هي رايحه فين بس. ناقص ان انت تجيب تليفونك وتصور تاخد سيلفي معاها. شناوي انت المفروض تقعد شويه، تقعد شويه كده. اليو ديانج انت خميره في نص الملعب يا اليو ديانج، خلاص خميره. كلمه خميره في نص الملعب ما عدتش نافع. العيال كانت تلعب كل كرة من نص الملعب، العيال كانت تلعب كله في هنا. يعني انت كان مستواك زفت الزفت. مش هجيب اليو ديانج بس، كل اللعيبه، ياسر ابراهيم، محمد عبد الملك، كل اللعيبه. انا مش عارف ايه الاخطاء الفادحه، اخطاء فادحه من الاهلي في الماتش. اخطاء ولا تصل من الكره بشيء. لكن ماتش وانتهى وصفحه وانقفلت. والمفروض محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، يبص شويه للجمهور. اللعيبه ما بتلعبش، اللعيبه مش عندها روح. والجمعه بيقول لك استقبلوا الهدف الاولاني عادي، الهدف الثاني برضك عادي، الثالث دخل عادي، الرابع ولا حياة لما انتوا نادي، الخامس ميتين. مفيش نفس، اللعيبه ما بتاكلش. يلا المهم، هارد لك للاهانه المذهله للنادي الاهلي، والف مبروك لمولدي سان داونز. عندك الزمالك النهارده برضك نفس القصه، والله الدوري المصري راح في داهيه، والفرق الكبيره راحت في داهيه اكتر واكتر عشان اللعيبه بصت للفلوس. واللي بيبص للفلوس ما بيلعبش كوره، انتهت. مش هنقدر نقول اكتر من كده. الله المستعان في الدوري المصري. ولسه المنتخب جاي، سنتنا اسود من السواد، المنتخب لسه جاي. على العموم هارد لك و... ومع الف الف سلامه. شكرا.